برضه اليود ده. انت عشت فتره طويله في ليبيا؟ اتولدت هناك، عشان هناك طول عمري والله؟ لغايه ما خلصت الجامعه، يعني اتولدت لغايه الجامعه. اذا انت ليبيه. اذا انت ليبيه، عشان كده بقول لك احنا كنتيش وانتوا بتنزلي اجازات؟ يعني كل مثلا 5 سنين، مش مثلا كل سنه زي المصريين كلهم. في المدرسه مثلا كنتوا بتاخدوا اغاني، بتاخدوا حاجات زي كده؟ كانوا بيتمرنوا على السلاح. احنا كنا بنتمرن عسكريه. والله بجد؟ والله؟ والله مدرسه عسكريه والبس جيش واتمرن على السلاح. عارف انا عامله فيلم اسمه كلاشينكوف، انا بقى كلاشينكوف دي البندقيه دي كنت بتمرن عليها وبفكها وبركبها وبعمل انبطاح وبعمل كل حاجه. تعملي انبطاح؟ والله العظيم. كلمي جد؟ عشان كده انا عندي كلاشينكوف ده اسم مدرسه عادي. عسكريه دي من اول ثانوي؟ من اول ثانوي. يعني في اعدادي كنا يعني بنعمل تمام، بس يعني نقف الصبح تمام وكده، بس في ثانوي بقى بناخد ولاد بقى وبنات. انتوا كنتوا المدرسه مشتركه لا ولا بنات بس المدربين العريف بقى والعقيد وكل دول رجاله. كانوا بيجوا الصبح تمام، وعندنا يعني يوم عسكريه، بس يعني كل كلاس فيه يوم عسكريه نتمرن على السلاح وكل. كان في اغاني معينه مثلا بتتقال في المدرسه، او في اغاني ليبي انت في فاكراها؟ بقى مثلا يعني مثلا زورها يا باتي مدرستي، زورها يا باتي، زورها يا باتي، وانشد عني كل بلاتي. يا سلام. باتي اللي هو ابويا. باتي يا ابويا. ابويا. زورها يا وانشد باتي عنها. يعني زور يا بابايا، زور مدرستي وانشد عني، اسال عليا كل المدرسات بتاعتي. كل الابلاتي. ابلاتي. بتقولوا لهم ابله؟ ابله. هنا بنقول ابله برضه. ابله. يعني الميس دي ميس بعدين دي دلوقتي. دلوقتي. او كانت بتاعت الانجليزي بس هي اللي بنقول لها ميس. ايوه صح. الباقي بقى ابله عادي يعني. طبعا يا ابله. طب وانت